كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. نبدأ كلامنا ونقول صلي على الحبيب قلبك يطيب، الصلاة على الحبيب مسك وطيب. طبعا شايفين الفسيخ، شايفين الزروطة. المقطع الاولاني من الفيديو ده من السنة اللي فاتت، بس انا حبيت احطه لكم وبقارنه بينه وبين المقطع. هتشوفوا في اخر الفيديو المقطع بتاع السنة دي. هنا مريم بنت اختي كالعادة يا عيني يا حبيبتي كانت قاعدة مفحوطة في وش العدو في 5 كيلو فسيخ، يعني قاعدة بصوا بتنظف. وهي كل سنة بصراحة ربنا يسعدها وينجحها، هي في كلية سياحة وفنادق، ربنا يوفقها. وهنا طبعا كان معانا رنجة عشان طبعا لازم بقى سفرتنا تبقى مشكلة. وبعدين عندنا برضو في ناس ما بتاكلش الفسيخ. يا رب كده ينعاد عليكم بالخير وباليمن وبالبركات. رمضان يجي كده واحنا كلنا يا رب ربنا كرمنا جميعا وموسع ارزاق الجميع يا رب، وما يكسفش حد قدام ولاده، ويجعل بيوتكم عمرانه بالخير يا رب وبالهنا وبالسعاده. طبعا هنا كانت ايه اللي ماسكه بقى الرنجه؟ دولت عروسة أحمد ابني، كانت هي بقى اللي بتجهز الرنجة والسلطات والكلام ده. ومروة سلفتي عملت البطاطس وقشرتها ايه زي ما انتم شايفين. ام يوسف اختي كانت ماسكه الحوض يا حبيبتي، قعدت بقى ايه ما خلتش حد غسل معلقه. وبوسي كانت بتعمل حاجه تانية. وطبعا معانا حبيبتنا مطبخ ماما نوجه حمات ابني، كانت واقفه برضو يعني والله بتساعد برضو. ربنا يديها الصحه والعافيه. انا قليت البطاطس كفايه عليا كده. كل سنه وانتم طيبين، ودايما بيوتكم عمرانه بحبايبكم وعمرانه بالخير وعاده ما تتقطعش. طبعا احنا ايه، احنا اسكندرانيه لازم نشعبنه. الناس كلها شعبنة اكيد، احنا بقى شعب غريب يعني، احنا بنحب الاكل جدا يا جماعه. هنعمل ايه؟ احنا لو اخر قرش في جيوبنا بنجيب بيه اكل، يعني احنا بنقولوا ايه، ما بنحرموش نفسنا من حاجه. ربنا يوسع ارزاق الجميع يا رب، والحاجه كده ترخص والدنيا تبقى كلها خير وبركه، والكل يبقى سعيد ويجي رمضان ومحدش زعلان. عادة ما تتقطعش. بس انا المره دي بقى كان في ايه، نص الحبايب موجود ونصهم مش موجود. نص الحبايب مين التاني؟ اللي هي عايده ام منى، الانتيم بتاعتي اختي وحبيبتي صديقه العمر. كانت مش موجوده، هي واولادها واحفادها بيبقوا موجودين معانا كل سنه. بس هي عشان كانت مشغوله، عشان بتجهز لابنها خلاص هيتجوز على خير ان شاء الله. فكان العفش بتاعه طالع، يعني طلع اول امبارح يوم الاحد. احنا العزومه دي كانت يوم الجمعه. فما كانتش فاضيه ان هي ايه ان هم ييجوا، يعني ان شاء الله يبقوا موجودين معانا مره تانية، وفي رمضان هنفطروا مع بعض باذن واحد احد يعني ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين وينعاد عليكم بالخير والسعاده والبركات والمسرات. انا طبعا ساكنه في المنشيه، فالمنشيه عندنا بسم الله ما شاء الله اللي عايز فعلا. انا لسه ما نزلتش صورت على فكره، بس لان انا والله 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 انا يمكن العزومه دي معموله وهم كلهم ما كانوا عايزين ياجلوها عشان عندي ظروف صعبه جدا. انا كنت بعمل عمره في بيتي من 5 شهور، من شهر 10 بالظبط. بغير الالمونتيل بتاع شقتي وبعمل عمره في بيتي، والراجل فضل يسحب مننا في فلوس. بس هو والله كان عمل لنا يعتبر يعني كان فاضل جزء صغير في الشغل. وبعد ما هديت حاجات في بيتي ويعني وبدات وكده، هو الراجل حصلت له ظروف، خسر خساره كبيره. فللاسف هو اخد مننا مبلغ كبير جدا جدا جدا، مش لاقيينه، والورش بتاعته بقت فاضيه وباع كل حاجه. فانا والله في كرب يعني. ادعوا لي بالله عليكم ان احنا، هو معترف يعني. الناس في ناس يعني حضروا يوصلوا له كلام، قال لهم انا معترف وهو زعلان ان هو عمل معانا كده عشان احنا ما عملناش معاه حاجه وحشه. انا هنا كنت واقفه بحمر البطاطس. ادعوا لي بالله عليكم ان ربنا يفك كربنا وان احنا نعترف في فلوسنا وفي حاجتنا. مش هطول عليكم بقى وبلاش النكد. بس طبعا انتوا حبايبي، فلازم ايه دعوة 40 فرد بتستجاب. ادعوا لي بالله عليكم في الايام المفترجة دي. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده كانت سفرتنا اترصت وجاهزة بسم الله ما شاء الله، يعني اتفضلوا معانا.
يا رب كده دايما بيوتكم عمرانه بيكم وبحبايبكم وعمرانه بالخير دايما. وبرضو عايزه اقول لكم على حاجه، اوعوا تامنوا لاي حد ولا لاي صنايعي، ما تدولوش فلوسكم على طول، ما تعملوش زيي انا بقينا عمالين نديله في فلوس نديله في فلوس، وفكرنا ان هو بيخلص لنا حاجتنا، والاخر طلع بقى نصب علينا نصبيه كبيره قوي، ونصب على ناس تانية كمان يعني. فبالله عليكم خليكم عندكم حذر، فعلا ما تعملوش كده، تبقوا طيبين زياده عن اللزوم زينا. والله احنا طيبتنا دي ودتنا ورا يعني. فيدعوا لي ان ربنا ان شاء الله ربنا كده يعطرنا فيه. وكفايه بيتي اللي اتبهدل والله العظيم 3، وانا يعني رمضان جاي عليا وانا بيتي متبهدل خالص. الحمد لله يعني الحمد لله. كده سفرتنا كانت جهزت، والحبايب كده هيتلموا ويتجمعوا ويقعدوا دلوقتي وهتشوفوا المقطع. يا رب كده عادة ما تتقطعش، وكل سنة تيجي علينا واحنا كده متجمعين وزايدين مش ناقصين. رمضان كريم على الجميع. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتعليق حلو من القلب تعلقوه للفيديو الجميل بتاعنا بتاع كل سنة ده. وتفضلوا معانا فسيخ، شامين الريحة، شايفين شامين الطعم، مستطعمين الطعم شامين الطعم. والله العظيم الموضوع ده تعبني نفسيا، بس انا بحاول اطلع من اللي انا فيه. الحمد لله الحمد لله. والواحد دايما يقول ايه، انا لله وانا اليه راجعون. الواحد ما كانش يعرف ايه اللي هيحصل. يعني ان شاء الله ربنا هيعطرنا باذن الله، لان دي فلوس شقه، انا زوجي شقيان بفلوسه، فان شاء الله المبلغ كبير جدا، فان شاء الله ربنا باذن الله هيكرمنا وهنعطر فيه. شايفين الفسيخ بسم الله ما شاء الله. تسلم ايدك يا احمد، وربنا يوسع رزقك يا ابني، وربنا يكرمك يا حاج اشرف ويخليك لينا ودايما فاتح بيتنا. قولوا لي كل سنه وانت طيبه. سنه وانت طيبه. السنه الجايه ان شاء الله بكون في بيتك تاكلوا فسيخ ورنجه برضه وبصل اخضر وحاجات كده، ومعاكم ميمس الصغير برضو يا دودو يلا يا مروه. يلا يا جماعه، يلا 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 يا جماعه، يلا نوجه. الفسيخ مش عايز عزومه والحاج مش عايز يقعد. يلا اشرف عشان هي مش عايزه تقعد الا لما انت تقعد. هي نوجه مش هتقعد الا لما انت تقعد. يلا يا حاجه. يلا يلا كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. طيبين، ويا رب دايما كده متجمعين في الخير يا رب، ويدوم عزكم جميعا. تسلمي يا نوجه ويدوم عزك يا حبيبتي يا رب. ويا رب كل سنه كده متجمعين يا رب كده في الخير، وكلكم كده تكونوا في احسن صحه. طبعا كده انا بقى وريتكم مقطع وينعاد علينا رمضان بالخير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين ومتجمعين دايما في الفرح وفي الخير. ويا رب عاده ما تتقطعش ودايما كاملين وزايدين ومش ناقصين. حطوا بقى لايك كبير الفيديو ده وتعليق حلو من القلب، وان شاء الله بقى نصور بقى كده ونعمل فيديوهات جميله قوي مع بعض في رمضان. ورمضان ينعاد عليكم وعلينا بالخيرات والمسرات والبركات. وانزلوا تعالوا عندنا المنشيه وصوروا واتفرجوا وعيشوا اجواء رمضان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا اتفضلي.